وبخط هجوم ناري. افضل ايضا دفاعات البطوله. الكره والدفع ما فيش مخالفه. هذه الكره الثالث الثالث لمولودية الجزائر مرة أخرى. بايزيد يبدع ويتألق ويضيف الهدف الثالث لمولودية الجزائر قبل 3 دقائق عن نهاية المرحلة الأولى. هل هناك مخالفة؟ هل هناك خطأ؟ هل عاد الحكم للخطأ؟ احتسب الحكم في النهاية، لأنه نشوف فيه احتجاجات من لاعبي مولودية ونجم بن عكنون انه كانوا يقولوا فيه خطأ على الحارس شاوش. بهذا الشكل حاول ان يبعدها المدافع العرباوي، ولكن المتابعة موجودة من المهاجم طبعا سفيان بايزيد في المرة الأولى، وفي المرة الثانية بايزيد في المكان المناسب. هنا المطالبة كانت بالمخالفة من سفيان بايزيد، الضغط على الحارس، ثم بعد ذلك الكرة ارتدت، ثم العريبي في المرة الأولى حاول الإبعاد ولكن ارتدت وعادت، وبايزيد القناص الهداف المبدع يسجل الثنائية لحد